قبل ما نبدأ صلبين على النبي. بيبدأ مسلسلنا بشين بتكون رايحة مطعم هي واصحابها بعد الشغل، وهناك بتقابل شو وبنعرف ان بقالهم اكتر من سنتين ما تقابلوش من بعد ما انفصلوا بطريقة فيها اهانة لشين. وبنعرف ان شو رجل اعمال من عيلة غنية عكس شين اللي من عيلة فقيرة، ووالدها كان بيشتغل معلم وعايش حياة بسيطة. ولما عرف ساعتها ان شو ارتبطت طلب منها تعزم شو على العشاء علشان يتعرف عليه، ولما قالت له هو فعلا وافق، وده خلاها تثق فيه وتديله خاتم كانت محتفظة بيه ومهمة عندها. وفي اليوم اللي اتفقوا فيه انه يقابل والدها فضلت مستنياه في المطعم مع والدها، وبنعرف ان والدها مصاب سرطانه في المراحل الاخيره ونفسه يطمن عليها. وهي بتشوف شو معدي من قدامها، ولما بتروح له بتشوفه قاعد مع اصحابه وبيسخروا من والدها وبيتكلموا عنها بشكل وحش، وهو بدل ما يدافع عنها عرفهم انها ما تهموش وانه ما قدملهاش غير هديه بسيطه عباره عن شنطه. وهي بتتصدم من كلامه وبتدخل وبتحط الشنطه في الزباله، وبتعرفوا ان الحاجات الرخيصه مكانها في سله الزباله. وبنعرف ان والدها علشان كان هيقابله ولبس احسن بدله عنده، وفي النهايه اتعرض للاهانه منه، وبتاكدوا انها مش هتسمح بكده وصاحبه بيكون هيرد وهو بيمنعه. وهي بتقول انها كانت فاكره انه شخص كويس عكس الولاد الاغنياء المستهترين، بس هو طلع اسوأ منهم، وانها ندمانه انها عرفته ووثقت فيه وبتسيبه وتمشي. وصاحبه بيغلط تاني فبيتعصب عليه، ووالدها بيكون شاف اللي حصل وهي بتعتذر انها عرضته للموقف ده. بعدها بتاخد والدها وبيمشوا، وهو بيكون حزين انه عرضها للموقف ده لانه حاسس انه السبب علشان طلب يقابل شو. وهي بتاكد له ان كده علاقتها بشو انتهت ومش هيتقابلوا تاني. وشو بيخرج وبيبص عليهم وهم ماشيين وبيكون ندمان على اللي حصل. ونرجع للوقت الحالي وهو بيفضل باصص على شين، بس هي بتبص بعيد عنه لحد ما بيمشي، وبتدخل تتعشى مع زمايلها. بعدها بيجي مديرهم وبيعرفوا ان شو بقى صاحب الشركه اللي بيشتغلوا فيها، وهي بتفضل قاعده مكانها بس المدير بيتكلم معاها وبتوقف وبيشاركهم الاحتفال، وهو بيفضل مركز معاها وهي بتتعمد انها ما تبصش عليه. وصاحبتها لما بتاخد بالها بتسألها لو كان شو بيحبها، فبتقول لها ما تفكرش كتير لان ما فيش بينهم حاجه. ولما بيخرجوا بيعرض عليها يوصلها هي وزميلها، وهي بترفض تركب معاهم، وبيجي حبيبها وانجي علشان ياخدها. وصاحبتها بتتكلم معاها وبتعرفها انها شافت وانجي مع بنت، وبتطلب منها تراقبه كويس، بس هي بتعرفها انها واثقه فيه وبتسيبهم وبتروح معاه. وشو بيعرف من زميلها ان هي وانجي مرتبطين من سنه، وبيتضايق لانه بيكون لسه بيحبها، وبتروح مع وانجي البيت، ولما بيقرب منها بتبعده، وبنعرف انها مش بتسمح له يقرب منها، وهو بيكون متضايق من التصرف ده، فبتحاول تصالحه لانه بيعرفها ان في اغلب الوقت بيشك انها بتحبه اصلا، وهي بتاكد له انها بتحبه علشان كده ارتبطت بيه. وبتعرفه انها تقضي معاه فتره احتفالات الربيع. وتاني يوم شو بيشوفه في الشركه وفي واحده زميلته معاه، وبيكون واضح انهم قريبين من بعض، وبنعرف انهم جايين مقابله عمل. وشو بيعرف ان شين هتكون مع وانجي النهارده، وفعلا بيحتفلوا مع بعض بمرور سنه على ارتباطهم. وشو بيتصل بيها وبيطلب منها تيجي علشان في شغل مهم ولازم تعمله، وهي بترفض، بس وانجي بيقنعها تروح وبيأكد لها انه مش زعلان. وهي بتروح وبتسأل شو عايز ايه لانها عايزه ترجع علشان حبيبها مستنيها، فهو بيقرب منها وبيحاول يفتح الموضوع اللي حصل من سنتين، بس هي بتهدده لو ما تكلمش في الشغل هتسيبه وتمشي، فبيطلب منها انها تخلص شغله معين، وهي بترفض لان ممكن اي حد يعمله وهي عايزه تمشي، فبيتحجج ان المشروع بتاعها هي ولازم تعمل كل حاجه والا هيلغيه، فبتضطر تقعد تشتغل وبيخليها تشتغل على الجهاز بتاعه لانه جهازها في البيت. وانجي بيتصل بيها وهو بياخد منها التليفون علشان ما تردش. بعدها بتخلص الشغل وبتكون ماشيه، فبيعرض عليها انهم يتعشوا مع بعض، ولما بترفض بيمسك ايدها وبيوقفها وبيصمم انهم يتعشوا مع بعض، بس هي بتعرفه ان النهارده الذكرى السنويه بارتباطها بحبيبها ولازم ترجع تتعشى معاه. ولما بيفضل ماسك ايدها بتساله لو كان عايز يدمر علاقتها بحبيبها ويرتبط بواحده رخيصه زيها، وده على كلام اصحابه، فبيسيبها. وبنعرف ان اصحابه ساعتها وصفوها بالرخيصه، وهي بتسيبه وتمشي وبتفضل تفكر في اللي حصل. وبنعرف انه كان فاكر انها قربت منه ساعتها علشان طمعانه في فلوسه، وخلى المساعد بتاعه يجمع معلومات عنها بعد اللي حصل، واتاكد انها ما قربتش منه علشان فلوسه زي ما كان فاكر. وهي بترجع البيت ومش بتلاقي وانج، ولما بتتصل بيه بيعرفها انه رجع البيت لما اتاخرت علشان عنده شغل، لكن بنعرف انه بيخونها مع زميلته في الشغل. وتاني يوم بتخلص شغله وهو بيجي ياخدها وشو بيشوفهم مع بعض، فبيطلب من المساعد بتاعه انه يخلي فرع الشركه اللي في سنغافوره يتعاون مع الشركه اللي وانج بيشتغل فيها. وبنعرف انه بيخطط يخلي شركته تنقل وانج هناك، وبيكون لسه لابس الخاتم اللي شين اديتهوله. وفعلا شركه وانج بيقدموا له عرض انه ينتقل هناك لمده سنه، وشين بتعرف ان ده هيكون مفيد ليه وبتوافق، وهو بيتضايق منها لانه بيحس انها مش متمسكه بيه، فبتعرفه انها مش عايزه تقف في طريقه مش اكتر، وبيعمل معاها مشكله وبيتهم انها مش بتحبه، وبيقرب علشان يحضنها بس هي بتبعده، وبيكون ماشي فبتقول انه طالما فكر فيها بالشكل ده يبقى ينفصلوا، وهو فعلا بيوافق وبيمشي وهي بتفضل تبكي. وتاني يوم بعد الشغل بتروح الحانه مع اصحابها وبتشرب، وفي واحد من اصحاب شو بيشوفها وبيصورها وبيبعت له الصور، وبيديله كمان عنوان المكان، وهي بتقعد لوحدها وبتفكر في وانج وبتعيط. بعدها بتتصل بيه وبنعرف انها بتعتبره عيلتها الوحيده من بعد موت والدها، وبتطلب منه يجي ياخدها وبتفرح لما بيوافق، بس بيتاخر وبتشرب تاني وبتفتكر المشكله اللي حصلت بينهم، واصحابها بيكونوا مشوا وشو بيجي وبيمنعها انها تشرب، فبتطلب منه يبعد عنها وبتعرفه انه حبيبها جاي علشان ياخدها، وهو برضه بيتاخر وبتفقد الوعي. وشو بياخدها وبيقابل وانج وهو خارج، وانج لما بيشوفهم بيفتكرهم ارتبطوا، وشو بيقول انه جبان وبيسيبه يمشي، وانج بيتضايق وبيفهم انها سابته علشان ترتبط بشو لانه غني، وهي بتمسك ايد شو بتكون فاكراه وانج، وبتعتذر وبتعرفه انه لو سافر هتروح معاه، وهو بيتعصب وبيسالها هو مين، ولما بتقول له وانج بيتعصب اكتر
فبيطلب منها تبصله كويس وتعرف هو مين، فبتمسك وشه وبتعرفه انه اكتر شخص بتكرهه، فبيزقها وبيسألها عن سبب كرهها ليه، وهي برضه بتكلمه على انه وانج وبتعتذر، فبيقرب منها وبيقبلها وهي بتبعده وبتطلب منه يطلع بره، فبيقول لها ان ده بيته وهي بتحاول تفتكر، وبتكون ماشيه وبتصرخ وبتطلب منه يفتح الباب، فبيفتح لها باب الحمام وبتنام جوه. بعدها هو بياخدها وبيوديها على السرير، وبتصحى تاني يوم وبتحاول تفتكر هي فين، ولما بتشوف شو بتتخض وبتساله ازاي جت هنا، فبيقول لها انه شافها في الحانه بالصدفه وخدها يوصلها بس ما عرفش بيتها فجابها هنا، وهي بتبدا تفتكر اللي حصل وبتمشي، ولما بيحاول يمنعها بتقوله لو شافته تاني في اي مكان ما يقربش منها لان مفيش اي علاقه بينهم، وهو بيعرفها ان وانج شخص مش كويس، فبتقوله يمكن هو ناجح في شغل بس وانج افضل منه بالنسبه لها، وكلامها بيأثر فيه وبيسيبها تمشي، وبترجع البيت وبتلاقي وانج مستنيها. في البدايه بيتخانق معاها وبيتمع انها سابته علشان شو اغنى منه، بعدها بيعتذر لها وبيصالحوا وبيتفقوا انه يسافر سنغافوره والسنه الجايه يشتري البيت ويتجوزوا، وفعلا هو بيسافر وهي بتسافر في رحله مع زميلها في الشغل من تنظيم الشركه، وشو بيسافر لهم هناك وبيقعد معاهم وبيلعبوا لعبه الصراحه وهو بيلعب معاهم، وهي بتتسأل عن حبها الاول فبتقول انه وانج حبها الاول، وده بيضايق شو اللي بيتسأل لو كان بيحب حد من الموجودين فبيقول لهم لا، وشين بتقوم تمشي فبيروح وراها وهي بتلف وبتخبط فيه، ولما بتحاول تبعد بيحضنها فهي بتزقه وبتبعده، وبيحاول يتكلم معاها وبيلومها انها بتتجنبه، فبتعرفوا انها ما بتحبش الازعاج وبتسيبه وتمشي، وهو برضه بيروح وراها وبيقعد جنبها وبيفتكر ذكرياتهم وبيسألها لو كانت اتعمدت انها تقول وانج حبها الاول علشان تضايقه، فبتقوله لا وبتعرفوا ان دي الحقيقه، ولما بيحاول يفكرها بذكرياتهم بتقوله ان دي كانت خدعه، وهي قدرت تشوف الحقيقه علشان كده اتاكدت ان وانج هو حبيبها، فبيمسك ايدها وبيكون متعصب وبيسألها لو فعلا بتحب وانج، فبتقوله طبعا لانه كان دايما معاها في كل حاجه حتى الاوقات الصعبه، وبتكون هتمشي وهو بيمنعها فبتسأله عايز منها ايه بالظبط، وهو بيكون حاسس انها بتحبه علشان كده بتتصرف بالشكل ده، وهي بترفض كلامه وبتطلب منه يبعد عنها، وبتعرفه انها بتحب وانج وبتسيبه وتمشي، وهو بيكون معاه صوره لوانج مع شاو زميلته اللي بيخون شين معاها، وصديقه شين بتوصل لها الصوره وبتبعتها لشين اللي بتتصدم وبتطلب من وانج يفسر علاقته بشياو، فبيكلمها وبيأكد لها ان دي مجرد صوره وان مفيش اي حاجه ما بينهم بس هي مش بتصدقه، وبنعرف ان شو هو اللي بعت الصوره دي وبيراقب شين من بعيد، وتاني يوم بتكون واقفه لوحدها فبيروح لها وهي بتكون بتتمشى في الميه فبيشدها لانه بيفتكر انها بتحاول تنتحر، وبيحضنها وبيحاول يبعدها وهي بتصفي رجلها وبترفض ان يشيلها علشان يشوفوا الجرح، فبيتعصب عليها وبيشيلها غصب عنها وبياخدها غرفته وبيشوف الجرح وبيجيب لها دكتور وبيسألها عن اللي مضايقها وهي بترفض تعرفه حاجه، وانج بيتصل بيها وهو بيطلب منها ما تردش، وهي بتكون هترد فبياخد منها التليفون غصب عنها والتليفون بيقع منهم والمكالمه بتفتح، وانج بيأكد ان مفيش حاجه بينه وبين شياو وانهم كانوا زمايل في الشغل مش اكتر، وشو بيديلها التليفون علشان تكمل المكالمه، وانج بيكون عايز يعرف هي فين لانه عايز يقابلها بس هي بترفض تعرفه مكانها وبتقفل السكه، وشو بكل برود بيسألها لو كان في مشاكل مع حبيبها، فبتتعصب عليه وبتطلب منه ما يلعبش دور الغبي، وبتكون عرفت انه هو اللي نشر صوره وانج مع شياو، وبتكون عايزه تمشي فبيخليها تستنى الدكتور وتمشي بعدها، والدكتوره بتيجي وبتحذرها من المشي دلوقتي، وهو بيسيبها علشان ترتاح وهي بتنام مكانها من التعب، فهو بيجي وبيفضل باصص لها، بعدها هي بتصحى بتلاقي رساله من وانج بتعرف انه رجع ومستنيها في البيت، وشو بيكون بيعمل مكالمه ولما بيجي مش بيلاقيها وبتبعت له رساله انها رجعت البيت، وهو بيعمل اتصالات وبيعرف ان وانج رجع من السفر النهارده، وهي بتقابل وانج اللي بيأكد لها ان مفيش اي حاجه بينه وبين شياو، وبيخلي شياو تكلمها وبتقول لها كده كمان، وهي فعلا بتصدقه بس بتحذره لو كان بيكذب عليها لانها بتكره الكذب، وشو بيوصل وبيشوف وانج وهو شايلها وبيطلعها البيت وبيتعصب، وانج بيفضل معاها وبيتعشوا مع بعض، ولما بيتكلم عن ترتيبات حياتهم بتعرفوا ان كل اللي عايزاه حياه بسيطه وهاديه، وشو بيكون لسه واقف تحته وبيتضايق لما وانج بيفضل عندها، وتاني يوم هي بتودع وانج علشان يرجع شغله، وشو بيسألها لو كان فعلا سامحت وانج وبيأكد لها انه شخص مش كويس، وهي بتدافع عنه وبتطلب منه ما يتدخلش في علاقتهم، وبتكون ماشيه فشو بيسألها لو عايزه تعرف هيروح فين، وما بتكونش فاهمه قصده فبيطلب منها تركب معاه وهو هيثبت لها الحقيقه، فبتوافق وبياخدها معاه المستشفى، وهناك بتشوف وانج وهو مع شياو، وبتعرف ان شياو حامل منه وهو عايزها تعمل عمليه اجهاض علشان هو مرتبط بشين ومش هيسيبها، بس بيتفاجئ بشين قدامه وبتكون مصدومه، وهو بيكون لسه هيبرر سبب وجوده هنا بس شياو مش بتديله فرصه، وبتعرفها انها حامل منه وانه اصلا عمره ما حبها، وبتوريها التحليل علشان تتاكد ان هو والد الطفل، وبتحصل بينها وبين وانج مشكله وبتضربه بقلم، وهو بيعرفها ان عمره ما حس انها بتحبه وانها انانيه ومش بتفكر غير في نفسها، وفي النهايه بيتفقوا انهم ينفصلوا بس المره دي من غير رجوع، وهو بيمشي وهي بتحاول تهدي نفسها وتتماسك، وشو بيجي وبيمسك ايدها وبيعرض عليها يوصلها، فبتتعصب عليه وبتشكره على مجهوده في اللي حصل، وبتطلب منه ما يتدخلش في حياتها تاني وبتزقه وبتمشي، وتاني يوم بتاخد اجازه طويله من الشغل، وهو لما بيعرف بيتضايق وبيروح لها وبيتحجج انه جاي يطمن عليها، وبتطلب منه يمشي بس هو بيدخل وبيقعد وبيسألها عن وانج كأنه مش عارف اللي حصل، وهي بتتعصب فبيسألها لو كانت هتسامحه، فبتقول انه
ده ما يخصوش وبتتهم انه هو السبب في اللي حصل، وهو بيتضايق وبيلومها لان المفروض تشكره بعد اللي عمله علشان تعرف الحقيقه. فبتقول له كانت هتشكره لو كان عمل كده علشان خايف عليها، وبتتهمه انه عمل كل ده علشان يسخر منها مش اكتر، لانه دايما بيحب يحسسها انها فاشله. وهو بيعتذر لها عن اللي حصل من سنتين، فبتقول له ان اعتذاره مرفوض لانه دايما بيستخدم المال علشان يثبت انه كويس، ولما بيحاول يقرب منها بتضربه بقلم وبتطرده بره لكن بيفقد الوعي. فبيسندها وبياخدها المستشفى وبيطمن انها بخير وبيفضل جنبها، ولما بتفوق بيعتذر لها عن اللي حصل. فبتقول له ان اللي حصل مش مهم عندها وبتطلب منه يمشي، بس هو بيرفض وبيستنى يوصلها البيت. لما بيوصلها البيت بتطلب منه يمشي وهو مش بيرد وبيسالها لو في عندها اكل، وبيطلب منها ترتاح وهو يحضر لها العشاء. وانجي بيجي في الوقت ده وهو بيمنعه انه يدخل، وهو بيتهمهم انهم كانوا مع بعض حتى وهي معاه. وشو بيدافع عنها وبيحذره انه يضايقها وبيطلب منه يركز في حياته بعيد عنها. وانجي بيتضايق وبينصحه يبعد عن شيء لانها من غير قلب وبتحب تعذب اللي قدامها، وهي بتكون سامعه كلامه وبتتاثر. وشو بيشاور له علشان يمشي من غير كلام، وهي بتحس ان وانجي اخدها مجرد لعبه برضه، وبتطلب من شو انه يزور معاها قبر والدها بكره وهو بيوافق. وتاني يوم بيروحوا وهناك بيقابلوا ليه التلميذه بتاعت والدها وبتتكلم عنه قدام شو، وبيكتشف ان والد شين كان بيرعى 80 طالب وكان مسؤول عنهم، وان اغلب تلامذه ما اكتشفوش موته غير بعد فتره، وانهم قرروا يعملوا صندوق يلم تبرعات علشان يكملوا مشروعه. وشو بيتاثر لان والدها راح يتكلم معاه بعد اللي حصل وهو عامله بشكل وحش، وافتكر ان هو كمان طمعان في فلوسه، وبيعتذر لشين عن اللي حصل. وليه بتعرف شين ان في 2 من الطلاب اللي والدها كان بيرعاهم بيمروا مشاكل ماديه، فبتوعدها انها تساعد في حلها. وليه بيسيبوا مع بعض وبتمشي، وشين بتلومه على نظرته ليها ولوالدها ومش بتديله فرصه يرد، وبتعرفوا ان والدها مات بعد اللي حصل بينهم ب3 شهور، وانه اتاثر جدا بالموقف ده وحس انه اثر في حق بنته برغم كل اللي عمله. وبتقوله انها بتحتقره هو وكل اللي زيه لانه مش بيحس بمجهود شخصي زي والدها، قضى حياته كلها في انه يساعد اللي حواليه، وفي النهايه يسمع شويه تفهيم بيسخروا منه، وبتطلب منه يبعد عنها وما يقربش منها تاني. وهو بيتاثر بكلامها وبيفضل يشرب، واصحابه بيروحوا يتكلموا معاه فبيضربهم وبيتخانق معاهم، ولما مش بيقدروا يمنعوه من الشرب بيتصلوا بشين علشان تشوفه، وهي بتطلب منهم ما يكلموهاش في اي حاجه تخص لانه ما فيش اي علاقه بينهم، وبتقفل في وشهم وهما بيتكلموا عنها بشكل وحش. فبيتعصب عليهم وبيطلب منهم يمشوا من قدامه. بعدها بيروح لها تحت بيتها وبيتصل بيها وبيعرفها انه ندمان على الكلام اللي قاله في حق والدها وانه بيحترمه جدا، وبيعتذر عن غلطه وبيعرفها انه مش هيزعجها تاني. وتاني يوم بيقابل ليه وبيعرفها انه هيتبرع ب5 مليون لصندوق الدعم بتاع والد شين، وهي بتشكره لان الفلوس جت في وقتها، بس هو بيشترط انها ما تعرفش حد اسمه وخصوصا شين. والمساعد بتاعه بيكون شايف ان لو شين عرفت ممكن تسامحه، وهو بيرفض لان التبرع مش علشان شين لكن علشان والدها لانه غلط في حقه. وهي بترجع الشغل وبيكونوا في مقابله مع رجل اعمال اسمه جاي، وبيكون مشهور عنه علاقاته الكتير، وشين بتعجبه وبيقرر يوصل لها باي شكل، وبيصمم انها تفضل معاهم على العشاء، وبيحاول يخليها تشرب، والمدير بتاعها بيحاول يحميها بس مش بيقدر، وبيبعت رساله لشو علشان يجي لانه بيكون عارف انه مهتم بيها. وشين برضه بترفض تشرب، بس السكرتيره بتخليها تشرب عصير بعد ما بتحط لها مخدر فيه، وشين بتتاثر وجي بيخلي المساعده بتاعته تاخدها توصلها غرفتها، وشين بتحاول تقاومه وبترفض انها تروح معاه، وجي بيجي وبيمسك شين وهي بتحاول تقاومه ومش بتقدر. وفي الوقت ده شو بيجي وبيعرف هما فين وبيروح لهم، وجي بيعرفها لو وافقت تكون معاه يشتري لها بيت ويعمل لها اللي هي عايزاه. وشو بيجي في الوقت ده وبيضربه وبيعرفه ان دي مراته وبيشيلها، وبرضه جي بيقرر ما يسيبهاش، وشو بياخدها غرفه وبيعرف ان جي ادالها مخدر وبيفضل معاها، وهناك بيعترف لها انه لسه بيحبها. ولما بتصحى تاني يوم بتعرف انه راح الشغل وبيكون سايب لها رساله بيعرفها، وهي بتبعت له رساله وبتعرفه انه نسي ساعته في الفندق، فبيطلب منها توصلها له، وبتروح له بس الموظفات مش بيردوا يدخلوها، وبيطلبوا منها تستنى وبيتعاملوا معاها بشكل وحش، وبيدخلوا جين وهي بتكون شافتها معاه قبل كده، فبتتصل بالمساعد بتاعه علشان ياخد الساعه منها وهي بتمشي، وجين بتعمل معاه مشكله لانه بيتجاهلها، وهو بيعرفها ان عنده شغل وبيسيبها ويمشي، وبيعرف ان جين جت هنا ومشيت وبيروح يدور عليها ومش بيلاقيها، وبيبعت لها رساله وبيتفقوا يتقابلوا بالليل، وفعلا بيتقابلوا وبيعرف انها تسيب الشغل لانها تفتح الاستوديو الخاص بيها، وبيهنيها وبيأكد لها انه بيحبها وعايز يكمل حياته معاها، بس هي بتعرفه انها جايه علشان تشكره انه ساعدها، وبتعرفه انه ما عندهاش اي مشاعر ناحيته وبتمشي. وتاني يوم بتقابل ليه وبتعرفها ان في شخص اتبرع للصندوق بتاع والدها ب5 مليون، وبتعرفها انه رفض يذكر اسمه، وبتعرف ان المبلغ حل مشاكل كتير وبتكون مبسوطه. بس تاني يوم بتعرف ان شو وليه بتعرفوا انها عرفت لما بتقابله، وبنعرف ان شين اشترت صور علشان تقدمه هديه شكر للمتبرع، وبتطلب من ليه تدوله بس ليه بترفض، فبتعرف ليه انها هتيجي دلوقتي، وفعلا هي بتوصل وبتتعامل معاه بشكل رسمي وبتشكره. بعدها بتنتشر اخبار عن مشاكل في شغل شو وهي بتقرا الاخبار، وبتعرفوا انها شاكه انه ارتكب مخالفات في الشغل وانه رجل اعمال مشبوه، وبتجيله مكالمه وبيعرف من المساعد بتاعه الاشاعات اللي انتشرت، وفي بنت تبع الطلبه بتقدم له هديه كنوع من الشوك، وهو بيرفض ياخدها لانه شايف انها غاليه، وبينصح البنت انها تحافظ على فلوسها بدل ما تضيعها في حاجات زي دي، والبنت بتتضايق وبتدخل تعرف شين انه سخر منها، وهو بيجي وبيسمع البنت وبيحاول يدافع عن نفسه، بس شين مش بتديله فرصه وبتضربه بقلم، وبتعرفه انه لسه تافه ومستهتر زي ما هو، وهو بيرفض يتكلم او يدافع عن نفسه لانه
وبيحس انها مش هتقتنع بكلامه. وبعد ما بيمشي في شخص بيكون شاف اللي حصل وبيجي وبيعرف شين الحقيقه، وان شين ما كانش قصده انه يسخر منها، وان شاف الهديه غاليه مش اكتر علشان كده رفضها. والبنت بتعيط وبتقول الحقيقه، وبتعرفوا منها ما كانتش تتوقع ان ده يكون رد فعل شين، وهي بتروح وراه علشان تعتذر ومش بتلحقه. فبتروح تاني يوم مكتبه، اول ما بتدخل هو بيحضنها، ولما بتحاول تبعده بيرفض وبيقول لها انه مش هيسمح لها تسيبه وتمشي تاني، وبيترجع يرجعوا لبعض وبيأكد لها انه ما انساهاش ولا لحظه. وهي بتحاول تغير الموضوع، وبنعرف ان لحد دلوقتي خايفه يكون بيخدعها ومش واثقه فيه، وبتساله لو كان جد في علاقتهم، فبيقول لها ايوه، وفعلا بيقدر يقنعها توافق، بس بتشترط عليه انه محدش يعرف ارتباطهم على الاقل في الوقت الحالي. وهو بيوافق وبتديله الصور، وبتعرفه انها كانت هتقدم له المتبرع. بعدها هو كمان بيقدم لها هديه بسبب ارتباطهم، وبيعرفها ان من دلوقتي ممنوع اي شخص يقرب لها لانها ملكه. وتاني يوم بيروح مكان عام وبيلبسوا نظارات كبيره علشان محدش يعرفهم، وفي عارض ازياء مشهور اسمه يان بيكون يعرف شين ومعجب بيها، وبيشوفوا مع بعض وبيتعصب لما شو بيقرب من شين، وشو بيحاول يمسح باقي الاكل من على شفايفها وياكلها. فيان بيفتكر انه مهووس بمرض التحكم، وانه بيتحكم حتى في اكلها، وبيكون عايز يروح يتخانق معاه بس بيسيطر على نفسه. ولما بيمشوا بيروح وراهم، وشو بيحضنها قدام المصعد وبيشيلها وبيدخلوا المصعد، ويان بيجري عليه بس مش بيلحقوا لان الباب بيتقفل، وهي بتلوم شو على تصرفه لانها بتخاف حد يكون شافهم. وتاني يوم يان بيتكلم معاها وبيسالها بصراحه لو كان شو بيجبرها تفضل معاه، فبتقوله لا وانهم مرتبطين وعلاقتهم طبيعيه جدا. وجو صديق شو بيشوفوا مع بعض وبيصورهم، وبيبعت الصوره لشو اللي بيكون في رحله عمل، فبيقرر يرجع بسرعه، وبيقابل يان وبيتكلم معاه، وبنعرف ان يان ما صدقش كلام شين، وكل واحد فيهم بيطلب من التاني يبعد عنها، ويان بيتعصب على شو، وهو بيقابل شين وبتعرف اللي حصل، وبتحصل مشكله بينهم هما الاتنين بيزعلوا من بعض، وبعدها كل واحد بيمشي من طريق، وهو بيروح يشرب وجون بيجي وبيتكلم معاه، وهو بيعرفه ان شين مش بتحبه، وجون بيتضايق منه ومن تصرفاته لما بيعرف اللي حصل. وهو بيروح قدام بيت شين، وفي واحده جارتها بتشوفه قاعد بينادي عليها، فبتروح لها وبتخبط عليها وبتعرفها ان حبيبها عامل ازعاج في المكان، ولما بتروح له بيحضنها وبيرفض يسيبها، وبيدخل معاها البيت وبيفضل يعتذر لها، وبيطلب منها يفضل هنا النهارده وهي بتوافق. وتاني يوم بتتخانق معاه بسبب تصرفه، وهو بيكون هادي وبيطلب منها يساعده في ربط الكرافته، وبعد ما بتربطها له بيقبل دماغها وبيعتذر عن طريقه كلامه معاها امبارح. وهي بتاخد دور برد وبتروح المستشفى، وهناك بتقابل شياو، وبتعرف ان هي وانج اتجوزوا وهي خلاص هتولد النهارده، وانج بيجي ويشوفها وبيمشي من غير ما يكلمها، وهي بتحس بحزن وغيره من شياو، بس مش علشان وانج لكن علشان مامتها ووالدها معاها في اللحظات الصعبه، وبتتمنى لو كان والدها ومامتها عايشين. وشو بيجي في الوقت ده وبيشوفها حزينه، وهي بتعرفه انها مفتقده والدها ومامتها، فبيحضنها وبيعرفها ان هو جنبها وبيفضل معاها لحد ما تخاف. وتاني يوم بيكون عيد ميلادها وهي بتكون ناسيه، وبتعرف منه انه حجز مكان علشان يحتفلوا فيه مع بعض، وبتخلص شغله وبتروح تستناه هناك. وجون بيروح له وبيعرفوا ان جين حاولت تموت نفسها ونقلوها المستشفى، فبيروح لها وشين بتتصل بيه وبيقول لها انه عنده شغل وهيتاخر شويه، وهي بتعرفه انها تستنى، وفعلا بتفضل قاعده بس هو مش بيجي، ولما بتتصل بيه مش بيرد، فبتتصل بجون وبتعرف منه اللي حصل، وهو بيطمن على جين وبيكون ماشي، وجون بيعرفوا اتصال شين بيه، وهي في الوقت ده بتحتفل لوحدها، ولما بيوصل مش بيلاقيها وبيعرف انها مشيت من شويه، وبيحاول يتصل بيها وتليفونها بيكون مقفول، وهي بترجع البيت وبتفضل تعيط. وتاني يوم هي رايحه الشغل بتلاقيه مستنيها، ولما بيحاول يتكلم معاها بترفض وبتتهم انه كذب عليها. بعدها بتروح تقابل يان وهو بيراقبها من بعيد، ويان لما بيعرف انهم زعلانين من بعض بيحاول يقرب منها، وبيتكلم عن شو انه شخص مغرور، وهي بتكون هتوقع وشو بيجي وبيسندها، وبيطلب من يان يبعد عنها لكن بيرفض، وبتحصل بينهم مشكله وهو بيضرب يان، فشين بتتعصب عليه وبتيجي في صف يان، وبتطلب منه يمشي لانه بيعمل لها مشاكل في الشغل، فبيمشي وبيفضل يشرب، وجون بيعرف انه هو اللي غلطان لانه سبب في عيد ميلادها، وبيروح لها وبيتكلم معاها وبيأكد لها انه شو ما حبش حد غيرها، وبيحاول يقنعها ترجع له لكن بترفض، وهو بيجي وبيتكلم معاها وبيأكد لها ان جين صديقته مش اكتر، وبياخدها يوصلها لبيته. في الطريق بيعرفها ان جين صديقته من صغرهم وانه بيعتبرها زي اخته، وهي فعلا بتحبه لكن هو ما عندوش اي مشاعر ناحيتها لانه بيحبها هي بس، وبيطلب منها تطلع ترتاح دلوقتي. وتاني يوم بياخدها وبيقدمها لعيلته وبيعرفوا منها خطيبته، وطبعا هما بيرفضوا لانهم بيفتكروا انها بتحبه علشان فلوسه، وجين كمان بتعيط وبتعمل مشكله لان المفروض انهم مخطوبين، فبيعرفها انه عمره ما اعتبرها اكتر من اخته، وبيأكد للجميع انه متمسك بشين، ووالده بيتكلم معاه وبيعرفوا انها مش مناسبه ليه، وانه لازم يتجوز واحده من عيله غنيه، لكن هو بيتمسك بقراره وبياخد شين وبيمشوا. ولما بيحس ان شين زعلانه بيطلب منها ما تتخلاش عنه، وبنعرف انه جابها علشان يوضح كل حاجه قدام الجميع، وفي النهايه بيتصالحوا، وبياخدها وبيشتري لها فستان على ذوق علشان تحضر بيه حفله معاه، وبتحضر معاه على انها خطيبته، وجين بتكون هتضربها بس هو بيمسك ايدها وبيبعدها عنها. بعدها عيله شو بتبدا تتقبل الموضوع، وهي بتقف لوحدها وجي بيجي وبيحاول يتحرش بيها، ولما بتعمل مشكله وبتضربه بيتمنى ان هي اللي بتحاول تغريه، بس هي بتكون مسجله كلامه ليها وبتشغله، والكل بيعرف انه بيكذب، وشو بيطلب المساعد بتاعه يسلمه للشرطه، ومن بعدها عيله شو بيعاملوها بشكل كويس بعد ما بيتاكدوا انها بتحب
بتحبه فعلا. وتاني يوم شو بيعرف ان جي هرب من الشرطة، وهو بيقرر ينتقم وبيراقب شو وشين وبيشوفهم مع بعض في العربية، وبيسبب في انهم يعملوا حادث، وشو بيصاب اصابات خفيفة، والمساعد بتاعه بيحذر شو لان جي خسر كل حاجة بعد اللي حصل. بعدها شين بتكون بتتمشى على الشاطئ، وجي بيشوفها وبيقرر يخلص عليها، بس هي بتقدر تقاومه وبتضربه. بعدها شو بيجي وعيلته معاه وبيقدروا يسلموا له الشرطة، وبعد ما بيطمنوا انها بخير شو بيعرض عليها الجواز، وبيقدم لها كل ممتلكاته علشان تثق فيه وهي بتوافق. وهنا بيكون خلص المسلسل. سلام.